اللهم صل وسلم وبارك على ستة محمد. كيف حالك يا حلوة انتي وهي؟ ان شاء الله بأمر الله اليوم نجي نديروا مع بعضنا الفطيرة الليبية من المطبخ الليبي. جميلة جدا وسهلة جدا وسريعة التحضير وطعمها لذيذ لذيذ لذيذ. نودك بيه يا حلوة انتي وهي، ونود بيها فم كل عزيز وغالي. شوفي هالي قداش كانت رقيقة وفي نفس الوقت لينة جدا 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 زي اللبانة. شوفي لها الجمال وشوفي لها الإبداع. تكرمشها وتتفك من أول وجديد رطيبة 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 خطيرة. طبعا معروفة عليها الفطيرة هذه انها فطيرة ليبية زي ما قلت لكم، ومعروفة من المطبخ الليبي. وطبعا ليبيا كبيرة، أو كل واحد فينا ممكن ليه إضافة فيها من شرق من غرب من جنوب ليبيا. اللي فيه يدير فيها بنفس الطريقة اللي بنديرها هني، واللي فيه عنده إضافة فيها، وفي اللي فيه يحط في تكايته فيها. باش ما يخشليش حد ويقول لي كيف تقولي فطيرة مثلا طرابلسية أو كيف تقولي فطيرة ليبية. تمام؟ لكن هذه المعروفة الفطيرة اللي احنا تربينا عليها، اللي كانت تدير فيها جداكي وجداي، وتدير فيها للاي، وتدير فيها ميمتي، وتدير فيها خالتك، وهكذا. تمام؟ واذكر الله وصلي على رسول الله. حبيبة قلبي بنت بلادي الحلوة الجميلة، لو انت اول مرة تتابعيني ما تنسيش ان انت تحطي اللايك وتديري مشاركة للفيديو متاعي لو انت حبيتيني. طبعا عندي كيلو من الدقيق نزلت عليه بملعقتين صغيرين من الملح وقلبتهم مع بعضهم، ونزلت عليهم بالمية متاعتي بالتدريج. ما تنزليش بالمية متاعتك مرة واحدة، يعني تنزلي بشوية وتعجني. في دقيق هنا يطرد السوائل، وفي دقيق يشرب السوائل، فعلى خاطر هيك ما تنزليش بالمية دفعة واحدة. اقعدي اعجني اعجني ولمي لغاية ما تتحصلي على العجينة بالشكل هذا، يكون ملمسها ناعم ولينة وما تلصقش في الايد. اعجنيها لمدة ربع ساعة. كل ما تعجنيها وتسكيها كويس كل ما تطلعي بنتيجة جميلة ورائعة، زي ما شفتي في اول الفيديو كانت زي اللبانة. تمام يا حلوة انتي وهي؟ تمام. رجعتها في البولة متاعتي، دهنت بس البولة متاعتي بشوية من الزيت، مش لما نجي نعرف نقرصها تطلع معايا بكل سهولة. وهنغطيها بنايلو، ويستحسن انت تغطيها بنايلو وتريحيها ساعة. كل ما تريحي الفطيرة متاعتك عجينتها كل ما تطلعي بنتيجة جميلة. ريحتها ساعة. بعد ما ريحتها ساعة جيت قرصتها، دهنت ايدي بشوية من الزيت وقعدت نقرص فيها، وهنغطيها تاني بالنايل ونريحها ربع ساعة مثلا، وتبدي بأول واحدة انتي قرصتيها. عندي هني ورقة من الزبدة، لو مش متوفر عندك ورق الزبدة ممكن تستخدمي ورقة كراسة رسم. أهم شيء ما تكونش الورقة متاعتك مخططة بالطباعة. تمام؟ هندهنها بالمادة الدهنية متاعتي، والمادة الدهنية متاعتك انتي اللي انتي تحبي تشتغلي بيه، زيت زيتون، زيت ذرة، زبدة على سمن أو زيت على سمن اللي يريحك. هنقعد نفرد فيها بالشكل هدايا من داخل لبرا، وما تكبريش القرصة متاعتك على حجم طاجينك. تمام؟ ما نبوش الجوانب متاعها تكون غليظة، لا لا، نبوها رقيقة يا حلوة انتي وهي، مش ما تبداش منك معجنة وقت ما تطيب. بالشكل هو تجيبي من داخل لبرا وتدوسي على الأطراف، اتأكدي ان هي رقيقة جدا زيك انتي يا حلوة. طاجيني على النار يسخن. تمام؟ هناخد اول واحدة وننزل بها في الطاجين بتاعي. طبعا الطاجين بتاعي مش دهناتا لان احنا دهنين الفطيرة فقط بالشكل هدايا. وما تخافيش الورقة الزبدة تطلع معاكي بكل ليونة، ان كانت هي او كانت ورقة كراسة رسم. بالشكل هو تشدي الطرف هيك وتجبدي، هي مجرد اصلا ما تتسهط ويشدها الطاجين تنجبد معاكي على طول الورقة. طبعا الفطيرة يا حلوة انت وهي ما تبيش نار واطية، لو درتيها نار واطية بتيبس منك باهي، ولو درتيها نار عالية بتشطشط منك. لا، احنا نبو خير الامور الوسط. اول ما قلبتها بالشكل هذا هننزل بالفطيرة الثانية فوقها، هندهن ورقة الزبدة ونفرد، وخليكي يعني ايدك يعني خفيفة،
يعني تفردي بسرعة. باهي ليش يا أمينة تديري في ورقة الزبدة؟ شوفي ورقة الزبدة ليش ندير فيها حبيبة قلبي؟ أولا الغاز بتاعي بعيد عن الرخامة. باهي لما بنفردها على الرخامة وحين نفردوا فيها رقيقة الفطيرة، لما بنجيبها بنمشي بها على الغاز مش بنحطها في الطاجين بتنقطع مني، مش هتستحمل. فأحسن حاجة إن أنت تفرديها على ورقة الزبدة، تاخديها على طول وتحطيها في الطاجين بتاعك. نقلبها بالشكل هذا ونحط الثالثة. طبعا أنا كررت العملية هذه ل 12 قطعة، درت 12 قطعة بالطريقة هي. قسمت الفطيرة متاعتي لفوجين، درت 12 في 12. تتحمر تقلبيها على الجهة الثانية وتحطي الفطيرة متاعتك بالشكل هو. ما تاخدش منك وقت، سريعة جدا راهو. باهي في ناس بيخشوا لي بيقولوا لي يا أمينة ليش بنتي من الأول ما تقرصيش بالثلاثة وبالأربعة وديري ما بيناتهم دقيق مع زيت مثلا. يبدو يديروا في طبق هيك، يديروا فيه في عجينة سايلة، يحطوا في ملعقتين زيت على ملعقة دقيق مثلا، أو فنجان زيت على ملعقتين دقيق، ويحطوا بين القرصة والثانية ويفردوا. لا أنا ما حبيتهاش. نقول لك ليش؟ لأني حسيتها لو الزيت والدقيق ينزل منك في الطاجين وانت تديري في الفطيرة بتشطشط منك، وطاجينك حتى هو بينحرق منك. فالطريقة هذه عندي جميلة ورائعة وسريعة، والله في نفس ساعة كنت مكملتها. واذكري الله يا حلوة انت وهي، وصلي على رسول الله. تديري وتقلبي، مجرد ما تتصهد من الجهة هذه تقلبي الجهة الثانية. وطبعا على ذوقك انت طبعا لون الفطيرة، في ناس تحبها متصهدة وفي ناس تحبها متحمصة. انا كأمنية نحبها متحمصة، نحب طعم التحميص في الفطيرة هيك كلون وكطعم بالشكل هدايا. وما تخافيش راهو هي اول ما تطيب تحطيها طلعها انت في السفره متاعتك على جنب. اول ما تطيب او ما تديري بايدك هيك تتفرط منك تفريط زي ما شفتي في اول الفيديو، بروحها تتفرط هيك. فما تقلقيش يعني من اللقطه هذه والله وسريعه. اهم شيء انت تسرعي ايدك بس. قلبتها هني لقيتها مازال تبي شويه لاني نحبها متحمصه. رجعتها من جديد زدتها دقيقتين ورجعت تاني، لقيتها اللون الجميل هذا. شو رايك في اللونها؟ تحفة. وهي لما تبدأ على بعضها هيك تقعد رطيبة ومحلاها. وطبعا نجاحها كل ما تسبكيها كويس تقعد معك رطيبة وجميلة. أنا مبتش نجري المقطع هذا، قلت لغاية ما تشوفوني كيف ندير فيهم فوق بعضهم. ولما كملت الكمية متاعتي كلها طلعتها. طبعا وقت التقديم هذا زي ما تبي يا حلوة انت وهي. تبي تديرها على شكل مثلث بتقدميها قدمي، تبي تديرها بطولها هيك تلفيها زي الشندوتش تحطي، تبي تقصي الوحدة على زوز تديري. طبعا كل ست بيت وما تحب. ولا شو رايك يا حلوة انت وهي؟ ما تنسيش ان تذكري الله وتصلي على رسول الله. بنتي بلادي الحلوة الجميلة مستنية منك دعم، مستنية انت تديري لايك للفيديو متاعي وتديري مشاركة عندك باش غيرك يعرفني ويستفيد. بنتي بلادي الحلوة الجميلة مستنية من عندك تخلي لي كومنت من عندك ان شاء الله وريدة ان شاء الله نقطع باش يوصلك من عندي كل ما هو جديد. وما تنسيش ان انت تقولي لي من اي منطقة في ليبيا تتابعي فيا، ويا ريتك تدعي لي دعوة حلوة ولك بالمثل بها. قناتي على اليوتيوب اسمها أمنية مطبخ أمنية ويامن. نحبكم في الله. هلبة هلبة هلبة. ودمتم بسلام. ودمتم بسلام.